السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم ام محمد اسلام. اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا هذه غساله ديال الاواني ماشينا فيسا. غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش تنظفوها، حيت هي ما كتنظفش، واخا انها كتنظف الاواني ولكن ما كتنظفش راسها براسها. ضروري خصك تنظفيها. وبالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوها غنقول لكم المزايا اللي فيها، اللي في هاد الغساله ديال الاواني وكيفاش كنخدموها. بقاو معايا وما تنساوش ديروا سبسكرايب، تهبطوا لتحت وتضغطوا على زر الجرس، كذلك سبسكرايب صابوني وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال قناه عالم ام محمد اسلام. بالنسبه لآلة الاواني، يعني هاد لاماشين هادي راها غزاله بزاف. الا كنتي باغا تاخديها ما تردديش انك تاخديها وما تخافيش منها. بالنسبه للحجم الصغير انا ما كنصحكمش به، يعني اللي فيه غير طبقه وحده ما كنصحكمش به. كنصحكم بهادي. هادي راه عند الام ديالي، ماشي عندي انايا ولكن عند الام ديالي. خداتها ملي كنت باقا انا ما تزوجت، خداتها في 2011 تقريبا. هذه واحد 9 سنين ولا 8 سنين، وتبارك الله خدامه مزيان وباقا خدامه. بالنسبه لهاد ليطاجير هذا، هانتوما كما كتلاحظوا هاد ليطاجير هذا ما كيتزوج، كيبقى هنا لاصق. هنا كيتوضعوا الكيسان. الا كنحطوا الكيسان من الجناب والوسط كنحطوا زلايف ولا شي حاجه هكا، طويسات هكا صغار ولا شي حاجه. هنا كتحطوا هنا حتى هنا الكيسان. الا كانوا عندك الكيسان بزاف كتحط في الطبقه هنا في الاول وفوق منها. بالنسبه هنا فين كيخرج الماء، هنا الماء سخون حيت ديجا هي اصلا كتغسل بالماء سخون. ولتحت عند هاد ليطاجير هذا تحتاني حتى هو كذا كيتزول كيتحيد. كديروا فيه الطباصل الكبار والطناجر، شي حاجه كبيره، الطيصل الكبار ولا اي حاجه. وهنايا كتحطوا المعالق والفراشات وشي حاجه هكا ما عرفتش، المهم شي حاجه هكا صغيره ما تخاف انها تطيح لتحت. ما خص حتى حاجه تكون طايحه لتحت، خص كلشي يكون الفوق. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد البلاصه هادي هنا فين كنديروا واحد الليكيد ديال، هو ديال بحال لانكول. هذا هو اللي كينظف وكيعقم لينا المعينات ديالنا. ها نتوما كما كتلاحظوا انا حليتها هنا، وملي كيسالي داك الماء هي كتعطيك واحد السينيال. كتسيني واحد البوله، كتسيني كتقول لك ان هذاك ليكيد فيها نفس داك العلامه ديال ديك النجيمه، تقول لك ليكيد راه ناقص، خصك ديرو. هنا بالنسبه لنا فين كيديروا المسحوق ديال الغسيل، انا حاطين لك الدرجات. بالنسبه للليكيد هو هذا. هاد لا مارك هذه اللي كنستعملها من ملي خديناها وحنا كنستعملوا هاد لا مارك هذه. هي اللي مزيانه لا في الاملاح، حيت هي فيها حتى الاملاح كديرهم. انا نوريكم البلاصه فين كدير الاملاح. وهاد الليكيد هذا حتى هو حنا ما كنخليوهاش تسيني، كل مره كنضيفوا لها شويه بشويه باش ما نخليوهاش انها تسيني تقول لك راه انك خصك دير هاد الليكيد هذا. بالنسبه للمسحوق ديال المسحوق الغسيل كنستعملوا هنا جيل. هذا جيل. هذا هي نورمالمون كنستعملوا المسحوق، ولكن هذه المره شفتها الام ديالي خدات الجيل ديالو لقاتو حتى هو في مرجان. خدنا خديناه من المرجان، كنتقداو هادشي يعني من المرجان. هانتوما كنوضع هنا القليل. هذا الجيل هذا حتى هو يعني ما كياخذش بزاف ديال التين وما كتاخذش كذلك الماء، حتى الماء كتوفر بزاف. شنقول لكم، بالنسبه اللي باغا تاخذها زعما تاخذها. بالنسبه للضياع ما كتضيعش الماء، ما كتضيعش الضوء، كذلك ما كتضيعش المسحوق. يعني البنات كما قلت لكم بغيتو تاخذوها غير خذوها. بالنسبه لونطروتيان ديالها كنظفوها. كنا كنظفوها حتى ماما راه باقا مسكينه كتنظفها مره في السيمانه، حيت حتى كنستعملوها تقريبا يوميا. كتستعملها كل نهار. نتوما كتلاحظوا الزبل كيفاش كيكون فين كيبقى في هاد البلايص هادو، في هاد الشبيكه هادي راه فيلتر. هانتوما كما كتلاحظوا ما كيهبط حتى حاجه، ما كتهبط، كتبقى عالقه تما حتى كنغسلوها. انا خليتها تقريبا شي 15 يوم، ما بغيتش ندير لها نوتروتيان باش نوريكم كيفاش كتوسخ. غادي ندير لها واحد لونتروتيان يعني اللي دغيا بالزربه باش غنوريكم الطريقه كيفاش كتنظف. هانتوما كما كتلاحظوا انايا السباكيتي ولا ما عرفتش الروز ولا ما عرفتش شنو هو بالضبط. الطريقه سهله، ما عليكم انكم غير شي الزيف ولا شي زيف عندكم اللي كتمسحوا به، وشي ولا والخل، خل ابيض ولا الخل اي خل كان عندكم، وشي بغوص اللي غادي تغسلوا بها. شوفوا الوسخ كيفاش دايره.
هانتوما كيما كتلاحظوا راه غير 15 يوم، هادي راه غير 15 يوم باش انني خليتها، باش غنوريكم كيفاش الطريقه كيفاش كتكون موسخه وكيفاش خصنا نديروا لها لونتروتيان. بالنسبه لهاد البلاصه اللي مسدوده راه تما فين كتكون الاملاح المعدنيه اللي ما كتخليش يعني الدور ديالها الاملاح المعدنيه، ان داك الماء اللي كيكون جاي من الروبيني اللي خارج اللي جاي للماكينه كيعقمو عاد باش كيتغسل به الماعن كما كتلاحظوا. وهنا الوسخ، شوف الوسخ كما قلت لكم اللي باغي ياخذها غير ياخذها، انا باغا ناخذها لداري حتى انايا والله العظيم ما كرهتش، ولكن مع الوقت ان شاء الله غادي ضروري غادي ناخذها حتى تنفع فريمون كتنفع بالنسبه لك كانوا عندكم الضياف عاود كتنفع كثار. اما هنا غادي نغسلها بهذه ديال الرجلين، عندي خاصه حاطينها غير هنا كنغسل نحكو بها هاد لا ماشين هادي كنغسلو بها لا ماشين خاصه بلا ماشين راها كتنقي البنات. هاد لابغوص هادي راه كتنقي خطيره بزاف، هي راها حرشه على الرجلين ولكن راها كتنفع في هاد لا ماشين فيسال. شوفوا الوسخ الناس هنا راه قلت لكم تقريبا خليتها غير 15 يوم. شوفوا الوسخ، ولكن راه كيف قلت لكم راه كتغسل يوميا الماعن. بعض المرات الا كانوا الضياف راه كتغسل 2 مرات في النهار كنغسلوا بها الماعن، خصوصا ملي كنجي انا للدار عند ماما كنجيب ولادي ضروري ضروري الماعن كيتوسخوا بزاف ضروري خصهم يتغسلوا. بالنسبه كندير فيها البلاستيك، كندير فيها الالومنيوم لينوكس. الالومنيوم بالنسبه لي ما بغيتوش ما يكحلش ليكم ما ديروش حيت كتكحل الالومنيوم حيت كتخدم بالماء سخون. ما ديروش. بالنسبه للطين كندير فيها الطين كندير فيها تقريبا البنات كلشي كنخشي فيها كنخشي فيها تما. غادي ندوز دابا باش نغسل هذوك داكشي اللي حيدت منها غادي نغسلو. هنا درت غير جافيل ودرت مسحوق عادي، غادي مسحوق ديال الغسيل. هنا غادي نبدا نفرك فيها بهاد لابغوص. شنقول لكم البنات هاد لابغوص كتفرك وكتبرد الغديد وكتبرد الجنون والله العظيم. بالنسبه للبانيني دايرين وحده عاوتاني البانيني كتفرك البانيني شنقول لكم كنرشوا غير داك الخدوي اللي كترشوا به البوطه عادي وتخليوه، وهاديك الساعه فركوه بهاد لابغوص هادي وغتشوفوا كيفاش كيخرج ديال البانيني ولا كيفاش غنقول لكم راه خطيره. هانتوما الجناب حتى هما غادي نفركوهم الطريقه هذه باش نغسلهم. وغادي ندوز عاود الفلتر حتى هو تبارك الله الصلاه بيش وشحال جامع ديال الوسخ وبقايا الطعام. شوف شنو عالق هنايا سباكيتي الطرف ديال السباكيتي يعني باقي. شوف غادي نفركها حتى هي مزيان بهاد جافيل وغادي نغسلهم وغادي نرجعهم للمكان ديالهم. بالنسبه للبنات اللي كنتو غتاخذوا لا ماشين ننصحكمش انكم تاخذوا الصغيره اللي فيها غطاج واحد، حيت بزاف البنات في اليوتيوب كنلقاهم انهم كيتشكاو منها هي صغيره ولكن المشكل انها ما كتهزش بزاف. هي يعني عندها نفس لي زافونتاج اللي عندها هذه، غير هي المشكل ديالها انها ما كتهزش بزاف. ومن الاحسن انك تصبر لك حتى تاخذ وحده صغيره، صبري وجمعي وخذي وحده كبيره ولا خذي وحده كبيره نيشان من الاحسن. وصافي هادشي اللي كاين. وحتى انا ان شاء الله دعوا معايا انا ناخذ شي وحده للدار ديالي حيت راها غزاله وكتنفع. بالنسبه هذه كيشوم انا شي وحدين الكترونيك ما عرفتش، ولكن هذه حنا عندنا يعني فيها غير لي بوطون ما فيهاش داكشي يعني هكا كتطلع النيميرو هكا ولا الكترونيك. حنا عندنا عاديه ما عرفتش انا واش كاين الفرق بيناتهم. المهم كانت خداتها هي في داك الوقت كما قلت لكم في 2011 كانت خداتها تقريبا 4000 درهم. وكان وكان واحد البروموسيون في داك الوقت. دابا ما عرفتهمش حيت ما سولتش عليهم حيت ما ناوياش انني ناخذها دابا. ما سولتش عليهم ما عرفتش راه وقيلا جو بونس انهم نقصوا. هادشي اللي كاين. وبقاو مع الفيديو شوفوا الطريقه كيفاش غادي نركب هاد لي زاكسيسوار ديالها.
هانتوما كما كتلاحظوا بديت كنلصق في لي زاكسيسوار ديالها اللي ساهلين التركاب ديالهم، ساهلين، يعني ما غاديش ياخذوا معكم الوقت بزاف. هانتوما كما كتلاحظوا من هنايا كيفاش دايره من برا، هنا الاوف و اون، يعني هنا ملي كتبغي تورك على اون، وهنايا كيفاش الا كانوا عندك الماعن يعني موسخين بزاف ولا الاكسترا ولا كدير ولا ايكو، يعني عندك غير شويه الماعن، انت كتعرف كيفاش باش كتريق الوقت هي. وهنا عند الاملاح ملي كيسالي هذاك البرودوي ديال المثال ملي كيسالي حتى هو. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا جيم وباش نزيد ندير نحط لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله، وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش الا كنتي اول مره تدخل دير سبسكرايب.